أهلا بيكم من جديد. لو لسه مبتدئين في عالم المكرمية أو حابين تظبطوا شغلكم يبقى الفيديو ده علشانكم. النهاردة هنتكلم عن أهم الغرز الأساسية اللي هتبني بيها أي تصميم، ومش هتحتاجي أبدا غيرهم. صدقيني دي أهم غرز في عالم المكرمية اللي مش هتحتاجي غيرهم أبدا، هتفيدك كتير في أي قطعة هتعمليها. يلا نقول بسم الله ونبدأ سوا. اللهم انصر أهلنا في غزة نصرا عزيزا مقتدرا يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض، هم وأخواتنا في العراق ولبنان والسودان، اللهم أمين. وهنا معايا أول حاجة وهي غرزة البداية. بنجيب طرفين الخيط على بعض ونمسك الخيط من المنتصف ونبدأ نحطه فوق الجذع، هيتكون معانا فتحة أو دايرة هندخل فيها كده، هيبقى تكون معايا غرزة البداية. دي هنعملها في أي تصميم هنبدأ نعمله، هنعمل الغرزة دي الأول. تاني غرزة معايا وهي غرزة الغرزة المربعة، ودي بنحتاج فيها فتلتين بنعلقهم بغرزة بداية. هنبتدي أول حاجة إن احنا نمسك الطرفين الخيط اللي على الحرف ونسيب الخيطين اللي في النص ثابتين معايا. هنبدأ نعمل شكل زي حرف الفور مثلا، والخيط التاني هيبقى فوقيه ويدخل من وراه في قلب حرف الفور اللي احنا عملناه، وهي بتتكون من خطوتين. دي كده اول خطوة احنا عملناها. تاني خطوة هنبدأ نعمل حرف الفور من ناحية الشمال، يبقى مرة هنعمل حرف فور ناحية اليمين ومرة هنعمله من ناحية الشمال. ركزوا جدا في حركة ايدي وهي بتعمل الغرزة علشان تركز معاكم اكتر. هعملها تاني معاكم. شايفين حرف الفور ازاي؟ ابتديت ادخل بالحبل اللي على ناحية الشمال في قلبي واسحب الخيط وايدي تبقى بتظبط الحبال والخيوط معايا. خدوا بالكم ان انا بعمل حرف الفور دوت فوق الحبال مش من تحت. تمام كده. انا دي تاني غرزة عملتها. شايفين الخيط ده نازل لتحت ازاي وده طالع لفوق؟ انا هنا بعرفكم ان انا لو نسيت او قمت او انشغلت جالي تليفون ورجعت للشغل تاني، لازم اخد بالي ان انا الخيط اللي نازل لتحت ده هو ده اللي انا هبدأ بيه الغرزة. يعني حرف الفور هتبدأ من عنده هو. تمام. يبقى كده الغرزة المربعة بتتكون من خطوتين، مرة حرف فور يمين مرة حرف فور شمال. تعالوا كده نعدها، 1 2 3 4. شفتوا بنعدها ازاي؟ انا كده عملت 4 غرز مربعة. تمام. يبقى لما تحبي تعديها هتعديها بالطريقة دي مع كل شرطة كده للحبل، يبقى دي كده اتكونت غرزة. تمام. دي كده الغرزة الخامسة. شايفين سهلة وبسيطة ازاي؟ واحدة واحدة ايدكم هتاخد عليها ان شاء الله بإذن الله. انا هنا خلصت جزء كده علشان شكلها يوصل لكم اكتر برضو بعد ما بتخلص. هنا بقى نخش على الغرزة الثالثة وهي الغرزة الحلزونية. هنحتاج برضو فتلتين بنحطهم بالعقدة البداية وهي شبيهة جدا للغرزة المربعة. هنشوف دلوقتي الاختلاف في ايه. نفس الكلام معايا الخيط اللي في النص ثابتين وبشتغل بالخيط اللي على اليمين واللي على الشمال. هبدأ اعمل حرف الفور من ناحية اليمين واسحب الخيط بتاعي، وهي بردك بتتعمل من غرزتين. هبتدي بردك اخده من ناحية اليمين تاني، اوعي تنسي وتاخديه من ناحية الشمال مرة هتلاقيها باظت منك. كل مرة خديه من ناحية اليمين. هتبتدي تحسي ان الغرز اللي انت بتبنيها ابتدت تميل معاكي او تلف معاكي. خليها زي ما هي تلف براحتها. هنفضل احنا على مبدأنا نمشي من ناحية اليمين. هناخد الخيط اللي بيلف بردك قدامنا ناحية اليمين ونسحب ونشتغل بيه. شايفين الخيط لف معايا ازاي؟ بردك من ناحية ايدي اليمين هبدأ ان انا اعمل حرف الفور واسحب. هي والغرزة المربعة يعني اخوات ولاد عم، قولوا كده عشان ما تنسوش. هفضل انا ابني كده كام غرزة علشان شكلها يبقى واضح لكم اكتر. الخيوط اللي معايا ثابتة
اللي هما في النص ثابتين معايا. يبقى دي كده الغرزة الحلزونية. بس هنا حبيت اعمل لكم زوم ان علشان تشوفوا الحاجة بوضوح، يا رب تبقى ظاهرة لكم. هنبتدي بقى نعمل الغرزة الرابعة، وهي الغرزة المزدوجة، ودي من اهم غرز المكرمية. هنحتاج هنا 4 فتلات علقناهم بغرزة بداية عادية. تمام. هنا بقى على حسب ما انا عايزة ابدأ يمين ولا شمال. لازم الخيط اللي على الطرف بيبقى اسمه خيط ثابت، وبقية الخيوط اللي معايا بتبقى خيوط متحركة. يبقى الخيط اللي فوق دوت هو خيط الثابت. وبرضك الغرزة المزدوجة بنبتدي نعملها بخطوتين. دي كده اول خطوة، عملت حلقة ودخلت فيها من فوق الخيط الاساسي اللي معايا، شايفين؟ دي كده اول غرزة معايا، غرزة مزدوجة. كل فتلة نازلة قدامي هعملها مرتين على الخيط الاساسي. تمام. هي سهلة وبسيطة قوي ومهمة جدا جدا في المكرمية، بتعمل بيها حاجات يعني قطع كاملة بيها هي بس. كل فتلة هاخدها من فوق الخيط الاساسي واعمل دايرة وادخل فيها مرتين، بتبقى كده اتكونت معايا غرزة. انا بسرع بس عشان انجز معاكم عشان ما تزهقوش. هنا هيبتدي الخيط معايا يروح ناحية الشمال، وهو الخيط الاساسي معايا بردك زي ما انا هيطلع بالخيط من فوقيه. انا هنا بعرفكم ان احنا اللي بنحدد الزجزاج يجي ازاي، او الخط الثابت ده يكون لنا الرسمة ازاي. بسحبة ايدينا احنا، سحبنا تحت الغرزة تيجي معانا تحت، سحبنا الخيط الاساسي فوق الغرزة تطلع معايا مايلة لفوق، على حسب ما ايدي هتميل الخط الاساسي معايا اللي هو الفتلة الاساسية. بقيت الخيوط قلنا دي خيوط متحركة. هكمل لكم هنا شكل الزجزاج عشان يوضح معاكم. وهو كده خلاص خلص. تعالوا بقى اوريكم غرزة تانية، هي برضه غرزة مزدوجة بس بتبقى عكسية. يعني هي غرزة مزدوجة عكسية، انت ممكن تكوني بتشوفيها ومستغربة ومش عارفة الغرزة دي ايه. شايفين انا هنا عكست، بدل ما اعمل الدايرة من فوق الخيط انا خليتها هي فوق الخيط الاساسي. ركزوا كده في حركة الايد وانتوا تفهموا. ببدأ اخد الخيط المتحرك معايا فوق الخيط الاساسي واعمل دايرة وادخل فيها، كده بتتكون معايا الغرزة المزدوجة العكسية. هي زيها زي اختها اللي فوقيها، بس هي بتتاخد بالعكس عشان كده اسمها عكسية. ولما اخلص هقلب معاكم وهتشوفوا ان اللي فوق دوت شكله من الخلف زي الغرزة العكسية اللي احنا بنعملها دي دلوقتي بالظبط. اهو هاخد الفتلة من فوق الخط الاساسي وابدأ اعمل دايرة ادخل فيها لفة التانية، كده اتكونت معايا غرزة مزدوجة عكسية. تمام. انا هنا بقلب لكم علشان تشوفوا ان هي شكلها من ورا هيكون شكلها غرزة مزدوجة عادية، وهكذا اللي فوق هتكون شكلها غرزة مزدوجة عكسية. شايفين؟ تعالوا نقلب كده ونشوف. بصوا، انتي ممكن تبقي بتشوفيها ومش عارفة هي دي ايه، بس هي غرزة مزدوجة عادية عكسية. بس كده خلصت معانا. هنروح بقى للغرزة التانية، والغرزة دي انا بحبها، غرزة قمر جدا، هي غرزة التوت او غرزة الفشار. ممكن نستخدمها كقلب لوردة. بنحتاج فيها فتلتين بنحطهم عقدة بداية، وبنشتغل كام غرزة كده، غرزة مربعة اللي احنا اخدناها في اول الغرز، رقم 4 مرة يمين مرة شمال بتبتدي تتكون معايا الغرزة المربعة. تمام. هنعمل كده كام واحدة وهقول لكم بعدها هنعمل ايه.
هبتدي ابني حوالي 5 غرز مربعة او 6. تمام. هاجي بقى اسيب الخيطين اللي على الحرف، هاخد الخيوط الثابتة اللي في النص معايا اللي هما الخيوط الثابتة، هاجي من فوق خالص، شايفين الفتحة دي؟ هدخل فيها الفتلتين الثابتين معايا، هتتقلب، هتبقى بالشكل ده. هي كده اتكونت معايا غرزة التوت او غرزة الفشار. هبتدي بقى اديها غرزة مربعة بحيث ان انا اثبتها معايا. الغرزة المربعة تتكون معايا من خطوتين، رقم 4 يمين رقم 4 شمال، يبقى احنا كده معانا غرزة مربعة. تمام. بس هي كده خلصت. شايفين شكلها قمر ازاي؟ نروح بقى للغرزة اللي بعد كده، وهي غرزة نصف مزدوجة. بردك هنستخدم فيها فتلة واحدة وهنعلقها بعقدة بداية. هبتدي اخلي خط معايا ثابت وخط لا، واعمل لفة واحدة بس، عشان كده اسمها نصف مزدوجة. مرة هعملها بخيط الثابت ومرة هعملها بالخيط المتحرك. شايفين؟ كل مرة بعكس، مرة اخد اللفة ناحية الخيط الثابت ومرة اخدها ناحية الخيط المتحرك. الخيطين معايا هنا بيبدلوا الادوار، مرة واحد بيبقى ثابت ومرة واحد بيبقى متحرك، وافضل اعكس كده ومنساش. او لو نسيت زي ما اتفقنا الخيط اللي بيبقى من تحت هو ده اللي هنبدأ بيه الغرزة. تمام. هنا خلاص ابتدى شكلها يوضح معانا. هندخل بقى على اخر غرزة معانا او رابطة، هي اسمها غرزة او رابطة جوزفين. تمام. هنا حبيت احط في طرف الخيط سلوتيب علشان انا هشتغل بطرف الخيوط، الشغل كله هيبقى عليهم وهتشوفوا ليه دلوقتي. والحركة دي بحب اعملها لو هعمل ستارة او قطعة انا هشتغل فيها وقت طويل، بالذات لو خيط مجدول. هبتدي اخد الخيط اللي على ايدي، الخيطين اللي على ايدي الشمال، واعمل بيهم زي حلقة. شايفين الحلقة دخلت تحت الخيط ازاي؟ هجيب بقى الخيط، لازم الخيط يبقى مرتب معايا جدا في الغرزة دي. هبدأ بقى اجيب الخيط اللي على ناحية اليمين احطه فوق الدايرة اللي انا عملتها، واجيب طرف الخيط بتاع الناحية اليمين واعديه من تحت الخيط ده كده. ركزوا كويس، طول ما انا شغالة في الرابطة ديت او الغرزة دي بيبقى الخيط معايا متساوي. هبدأ ادخل هنا وادخل جوه من تحت الحلقة، هطلع في قلبيها بالراحة خالص. هبدأ اعدي الخيط ده واخش من الحلقة تاني نفس الحلقة، انا بس خليت ان في خيط مقسمها في النص، هو ده اللي انا دخلت فيه. شايفين؟ بالراحة خالص خالص هتلاقوا الغرزة اتكونت معاكم. الغرزة دي غرزة جوزفين. ببدأ ارتب الخيوط معايا بشكل منتظم ومرتب جدا بالراحة، وهتلاقيها اتكونت معاكي. انا لازم اشتغل في الغرزة دي بالراحة علشان خاطر مفيش خيط يركب على التاني او يلف او يديني شكل ملفوف. لا، انا عايزاه مهندم مرتب، يكون شكله منتظم على قد ما اقدر، والسحب ما اسحبش جامد واشد جامد عشان ما تبص مني. بالراحة خالص. شايفين شكلها مرتب ازاي؟ بس هي كده خلصت معايا، وبكده اكون خلصت معاكم اهم غرز في عالم المكرمية اللي هتعملوا بيها احلى شغل ان شاء الله. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو شايفة ان الفيديو عجبك وفعلا استفدتي منه ما تنسيش تعملي لايك وكومنت برأيك، لانه هيفرحني جدا وحقيقي هيفرق معايا. استنوني في فيديو جديد.